ثم ذكر المؤلف أنه يقال رمضان ولا بأس بذلك، يعني لا يجب أن تقول شهر رمضان، يجوز أن تقول رمضان. وذهب بعض الفقهاء لأنه يكره أن تقول رمضان، واستدل على هذا بحديث أورده: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهذا الخبر موضوع، هذا خبر موضوع لا قيمة له، وليس رمضان اسم من أسماء الله، ولا أصل لهذا في أسماء الله جل وعلا، وأسماء الله توقيفية لا تبنى إلا على الأحاديث الصحاح، ولو جاء في خبر ضعيف لم يقبل، فكيف بخبر موضوع؟ ولا بأس أن تقول قدم شهر رمضان أو أن تقول قدم رمضان،